نور، خريج الكونسرفاتوار، وبعد ما اتخرج كان عايز يغني يعني. ساب الدفعة بتاعته كلهم راحوا اشتغلوا في حتة كده، وهو كان متخيل انه هيعمل حاجة وما عرفش يعمل حاجة. عايز يشتغل في مطاعم كده، عادي بقى، واحد عادي، لغاية ما شاف الراجل الدكتور بتاعه في المعهد قال له انت بتشتغل هنا ليه؟ انت كنت موهبة عالية، تعالى معانا فرقة المسرح، صحابك كلهم هناك. بس بروح بقى فرقة المسرح، يعني الفرقة دي اتجمعت يعملوا مسرحية، فأنا بروح أشتغل معاهم وبتعرف هناك على البطلة اللي هي بتعمل الموسيقى بتاعت المسرحية، اللي هي بتعزف بيانو وبتعمل الموسيقى بتاعت المسرحية. هو الموضوع كله قصة الحب اللي هتحصل ما بين سارة ونور، وهدف الفيلم إن إزاي بنت معاقة أو عندها مشكلة صحية أو كده. هو فكرة نور عيني عشان البنت كفيفة، ونور اسمه نور وهو نور عينيها بجد، يعني هي بتشوف الدنيا من خلاله. وأنا مش مرتب ده، بس لو أنا عملت قصة حسيت إن هي تحتمل جزء تاني هعملها. وعمر وسلمى أنا يعني لو حسيت إن هو يستحمل جزء ثالث وعاشر هعملها. القصة اللي في دماغي أنا بكتبها دلوقتي هي مش رومانسية، وفعلا هتشوفيني لأول مرة ممكن تشوفيني مش رومانسي ومش حقيقي. يعني أنا هقول لك حاجة، هو لأن الأستاذ عبد الحليم حافظ كان دايما مميز، عمل أفلام كثيرة جدا من رومانسي وبيعاني في أفلام كثيرة جدا. أنا عملت رومانسي بس، يعني أنت بتشوفني كوميدي، أفلام عملتها كوميدي بالضرورة ان انا ابقى يعني انا عندي كل واحد عنده روح، وكل واحد عارف ممكن ايه يتصدق منه وممكن ايه ما يتصدقش منه. طبعا هو استاذ كبير، بس هو كان يعني متخصص في ده لفتره طويله قوي. يعني هو في الاخر انا عايز اعبر عن ناس كتير، يعني اي شخصيه انا بعملها انا بقى عايز اعبر عن شباب بمختلف فئاتهم بقى. بالظبط. نشوف عمل ايه. فيلم نور عيني انا احترم جدا فكرة ان الانسانة الكثيفة دي ما تتحبش، يعني عشان هي يحصل لها دي، لا تحب وتخرج وتفتح وتشوف الدنيا، لدرجة ان هي بتقول حبيبها في فيلم انا طبعا نفسي افتح، بس انا حتى لو فتحت مش هشوف الدنيا حلوة زي ما انت موريها. ينفع حد يبقى كثيف او مريض او بيعاني من حاجة ويقابل حد في حياته وما فيهوش الحاجات دي ويوري له الدنيا حلوة جدا ويحبها. مش لازم يعمل اي حاجة في حياته طول ما هو قادر يعملها. يعني مثلا زمان اول ما انا جيت الانترنت دي مثلا لحنت، كنت انا ناس يا عم انت هتلحن كمان، يا عم صاحب بالين كذاب. مين اللي قال لكم كده يا جماعه؟ يعني لو واحد ربنا مديله موهبه واسعه انه يكتب ويلحن ويقلد، فمش هيعمل كده عشان صاحب بالين كذاب. لا، صاحب بالين مش كذاب، ينفع يبقوا 10، بس ازاي يعملهم وينجح فيهم. فانا مع ان الفنان ده عنده احاسيس وخيال محدش ممكن يتوقع ان هو يبقى عنده ده، فبس ازاي يعمل اي حاجه. مش انا اللي بكتب وبلحن اغانيه وبغني وبمثل وبكتب افلامي، ده ربنا كريمني وناجحين وبتحط في المرتبه الاولى كده، يبقى صاحب بالين مش كذاب، صاحب 10 هو مش كذاب. انا مركز وبذاكر بره وبجتهد وبحتك بناس كتير عارفه انا مركز وعايز ده قد ما انت عايزه هتوصل. يعني مش هينفع واحد بيتعب في اليوم مثلا 5 ساعات هينجح زي واحد بيتعب في اليوم 20 ساعة. انا ما عنديش حياة شخصية، يعني انا لا عارف اتجوز ولا عارف اعمل اطفال، يعني لان اكيد مش هبقى بيرفكت في كل حاجة. يعني لو انا مغني وممثل وملحن ومش عارف ايه واب وزوج والحاجات دي كلها، من السلبيات للمجهود اللي انا عامله في حياتي ده مش عارف اعمل حياة شخصية ليا، ما عنديش حياة شخصية. اعتقد يعني لازم عشان اتجوز لازم اهتم بمراتي ولان انا بحب لما اخش في تجربه بعملها، بحب ان انا اجتهد فيها واعملها صح للاخر. فمش هتجوز انسانه اظلمها معايا هي قاعده طول الوقت وانا قاعد بشتغل مش مهتم. فلما احس ان انا وصلت لمرحله انا حاسس ان انا لا يعني خلاص انا ينفع اتجوز دلوقتي، هيحصل ساعتها يعني. فلا اكيد
اكيد لو انا اتجوزتها هتبقى هي كل حاجه في حياتي. ذكاء الفنان بعتبر ان النجومية دي فتره في حياته، تحديدا فتره شبابه، وانا مش طماع. الحمد لله ان جيت فتره في حياتي غنت كويس، قدمت حاجات نجحت، عملت حاله فنيه الحمد لله دي بتكرم عليها، ان هي اول حاله تحصل في العالم ان حد يجي يكتب ولحن ويألف ويغني ويمثل ويكتب افلام وينتج ويخرج مثل هذا الاخراج على فكره. فانا بس نفسي احقق الحاله دي، الحمد لله دي حققتها، ودي جايزه عالميه خدها في نيويورك بره من الحاله اللي حصلت اول مره دي. فانا اعتقد ان دي حاجه كويسه انا حققتها يعني. يعني حلمي يعني ان انا اقعد اغني بقى وقت عندي. انا بعتبر ان النجوميه دي مرحله الشباب فقط يعني. واتجه بقى الحلم الاصلي بقى اللي انا نفسي اعمله، وهو مش الغنى طبعا ولا ليه علاقه بالفن، وهو مش هقدر اقوله، حاجه في دماغي بس محتفظ بيها وحلمي، هو ده حلم حياتي. نفسي اعمل، مش هقول رساله يعني، انا يعني نفسي اعمل هدف في كل فيلم يبقى مسج مني لشخص، يعني عمر ده مثلا على قد ما صاع وكده الشباب كلها بتعمل كده، في الاخر عمل ايه؟ لما شاف انسانه محترمه حس ان هي خلاص بتمشي وتمشي عشان اخلاقه، اتغير عشانها واتجوزها. احنا دلوقتي من كل واحد اللي بيحب واحده، طب ماشي بتحبها حافظ عليها بقى واتجوزها. يعني نفسي اقول كده، بس نفسي اقول للابهات في رساله معينه. لما انا قلت لابويا في الفيلم طالب مني انت جاي تضربني دلوقتي، واذا كان انت عمرك ما قلت لي تعالى نصلي ولا نشوف قرايبنا اللي بقالنا كتير ما شفتهمش، صله الرحم اللي الاهل ما بيركزوش عليها. يعني بحاول ان انا اطلع بحاجه ممكن حد قاعد يبقى مستني يسمعها. انا بحاول في مسج رساله ان البنت اللي ما بتشوفش او اللي هي عندها حاجه مضايقاها نفسيا في حياتها، لا تبقى عندها امل، تحس ان واحد هو معتمر حسني هو حب واحده كده، يبقى في شباب كتير هتحب كده وهيفتح باب الامل لناس كتير. اتمنى يعني مش كل حاجه وحشه بنشوفها في المجتمع نعبر عنها. احنا يعني هم وجهتين نظر، يعني في حد يقول لك يعني انا بشاور على الحاجات الوحشه عشان تتصلح، في حد يقول لك يا عم ما تصورش بلدك وحشه كده، يعني ما تصور الحلم. ما احبش انا ما احبش اقدم حاجه زي كده، ولو قدمت حاجه زي كده هقول لك حاجه، لا اي مخرج جريء عايز يقدم سينما جريئه شويه، مش هقول مش جريئه شويه، ما انت ممكن تفهمني ان دلوقتي في مثلا مشهد جنسي بس ما ليه توريهولي؟ ما زمان كنا دور نور بيطفي وتلاقي صوت الرعد وبنفهم بقى كده، وتلاقي يعني كنا بنفهم، فليه نشوف كله بالتفاصيل؟ يعني ينفع نقدم الرسائل وينفع نشاور على السلبيات اللي في المجتمع من غير ما نشوف الحاجات اللي تجرح عيوننا. يعني لو حصل ان هو حصل في الفيلم انه جريء وفي حاجات المخرج ما راعاهاش وسابها زي ما هي كده، يبقى على الاقل لازم يبقى الكبار فقط. بس يعني الكبار فقط دي الصغيرين بيخشوا برضه الفيلم والسينمات بتقطع التذاكر، وانا كبار فقط ولا بتاع. يعني لو هم ما دخلوش الطفل ده مثلا فيلم، هو الفيلم هينزل في التلفزيون وهيجيبه من على النت بعدها بكام يوم، بس هو بيبقى يعني المخرج او جهة الانتاج عملت اللي عليها وقالت ان دي رسالة لما تتفرج على الفيلم تقول ده للكبار فقط، وتحط اللافتة غصب عن اي حد ده للكبار فقط، وتفرض رقابة على السينمات ان لو شفنا طفل داخل الفيلم ده السينما دي تتعاقب. يعني اول سلبية هتكلم عليها الاعلام والتدخين اللي حصل وقت ماتش مصر والجزائر. ما كانش ينفع الاعلام يعمل كده، احنا في الاخر كورة وما كانش يصح ان احنا نعمل كده، بالعكس احنا دايما كبار وكده وما ينفعش، لان ده بتعبر عن يعني انتوا مثلا مذيع مثلا وهو بيتكلم طول ما ينحدش وما يقولش رايه بحد مثلا، يعني ما ينفعش مذيع فجأة تلاقيه عم قايل رايه في فلان وعمال يشتم فيه مش عارف ايه. ده احنا متعودين تعالى نقول في حرية رأي، بس احنا كده دخلنا شعب كامل وتسببنا في ان احنا في ناس كانت بتتبع حرب. متخيلة؟ كل ده عشان ايه؟ حتة بلاستيك كورة على كورة يا جماعة. طب يا عم طب امال فلسطين تعملوا عشانها ايه؟ والفكرة ان هي الكورة دي اخلاق الكورة من زمان، ان الناس بتروح تتعصب كل حتة في العالم. انت اساسا كل الناس رايحة تتعصب، فانت بقى ما توديليش ابنك طفل وما توديليش واحدة ست تروح تشجع
في بلد من بلدها ماتش بالسخونه دي وانت سامع عنه بلاوي. يا جماعه انا عامل اغنيه للام، ليه ما بتذاعش يا جماعه كل يوم؟ ليه ما بتذاعش دايما؟ مش عشان هي بتاعت تامر فذاعوها، انا ما طلبتش منكم تذاعوا لي اغنيه اكتر حاجه ولا تعبني ولا، انا بقول لكم اغنيه الام. ليه؟ هو يقولوا لي ما احنا بنذاع في عيد الام على اساس ان احنا بنحب امهاتنا يوم عيد الام بس، وانتوا انا مش معبرينهم. طب دي رساله ثانيه للاغاني الانسانيه، ليه اغنيه انا مش عارف اتغير؟ يا جماعه كل شويه الحاجات دي ممكن بتاثر في ناس وانتم من غير ما تحسوا، فمن غير ما نحس نبقى بناخد حسنات ولا بنأثر في ناس بشكل ايجابي. دليل الاغاني الهادفه والحاجات دي ما بتبداش بقدر الاغاني الثانيه الرومانسيه والعاطفيه. انا عندي موقف شخصي والله العظيم، راجل ضابط كبير ومحترم ما كانش شاف امه متخانق معاها 15 سنه، سمع اغنيه الام حس انه عايز يشوفها وراح شافها واتصالحوا وكده. الله، الحاله انا شفتها بالصدفه. يعني انا قعدت من فتره اقترحت ان احنا دلوقتي لما الشركات الاعلانات، الشركات المنتجات الكبيره زي بيبسي لما طلبوني اعمل اعلان في شركه عالميه طلبتني اعمل منتج، المنتج بما ان مبيعاته زادت جددوا العقد مع تامر فخدوه كمان سنه واثنين وثلاثه. طب ليه البلد عندنا ما تجيبش الناس المؤثره في المجتمع وتعمل بيهم اعلانات توعيه واعلانات، بس يجيبوا الناس اللي بجد بتاثر في الناس ويعملوا حملات؟ يعني ليه مثلا ما يكلمونيش مثلا يلا ننزل على الدويقه مثلا فيها مشكله وناخد معانا نجم محبوب ينزل يقول حاجه ويوزع حاجه ويوعي حاجه يعني احنا كفنانين في المجتمع لازم الاعلام ولازم يبقى فينا حد بياخدنا يصلح بينا حاجات. اقسم بالله عرضت ان انا اعمل ده وعرضت ان ادفع فلوس، عرضت ادفع فلوس واصور الاعلان ده على حسابي، انتوا نزلوها لي قالوا لي اصل مساحه التلفزيون ولازم تروح مش عارف فين وتدفع مش عارف هدفع تاني. يعني انا كل ده عشان اقول كلمه حق ولا كلمه خير لبلدي؟ هتروحوا تضيعوني هدومي عشان اعمل كده؟ محدش هيقف جنبي ازاي يعني؟ عمالين اساسا تمطوحوني من مكتب لمكتب عشان انا عايز اعمل حاجه حلوه لبلدي. ينفع عشان اعمل مشوار اسمه مشوار في حب مصر اكلم حاطين مثلا انا رايح اغني في المحافظه عندك وفر لي بس انك تامن لي الحفله؟ يقول لي ماليش دعوه. طب ده انا رايح اوصل للناس بتوعك اللي هم مثلا حاطين في دماغهم عمرهم ما يشوفوا تامر على الحقيقه ولا يجي حفله، لا ده انا رايح بالمسرح بتاعي اللي بيتكلف مليون جنيه واخد الاضاءه واخد الحاجات دي كلها، الناس متبرعه مش عايزه حاجه عشان نروح ندرس اهل البلد. تقول لي ماليش دعوه، ما احنا قاعدين بنعمل اعلانات لمشروبات عالميه وبنفيد الشركات العالميه اللي بره. طب بلدنا بقى، بلدنا يعني انا عايز اوجه شكر للاستاذ عمرو الليثي على برنامجه الرائع، لان انا كمان فاتح معاه لينك ويعني في حاجات بقى تبرعات واخلي الجمهور يعمل حاجات، بنعمل حفلات ونثبت حاجات. عنده مشكله بيمر بيها، جهاز قسطره القلب مش موجود في مصر، الجهاز ده من ثمنه 6 مليون جنيه ولسه بجهز له حمله ان انا اعملها عشان نجيب فلوسه. يعني تخيلي في مصر الاطفال اللي بتمر بان هم لازم يعملوا قسطره القلب دي والجهاز مش موجود، كل سنه بيموت تقريبا 700 طفل بيبقى قدام عين اهله عشان يعملوا له حاجه وخلاص بيموت عشان الجهاز ده مش موجود، شويه مش موجودين. مشاكل كتير والله. انا يعني الناس طبعا ما تعرفش ده، او طبعا بعض الصحافه الصفراء اللي هو ممكن يسمعوا ده يقول لك يا عم ده عايز يعمل ايه يا عم؟ انا خلاص الحمد لله كرمني ونجحت وبتاع، دي دوري بقى. الناس اللي وقفت جنبي دي اقف جنبهم، حتى الصحافه الصفراء اللي بتحاول تشوه الخير. يعني واحد مره قاعد يهاجم فيه عشان انا بقول هعمل مشوار في حب مصر وضيف المحافظات، واحد ده بيعمل شو. طب ما انا فيلمي بيعمل شو، طب ما الالبوم بيعمل شو، وحفلاتي بره الوطن العربي بتعمل شو. يعني هروح اعمل شو فيوم ما يخليني اللي هو تيجي تقول يا عم انت هتوجع دماغك، انت بيحاربوك في الخير الثاني. بصي عملت حاجه قدامك في المنصوره قال لك تحرش والناس ضربت بعض ومحاضر. يا تامر بص ازاي يا تامر يعني لو حصل التحرش ده، يعني لو حصل اساسا انا مش مسؤول عن تربيه الناس اللي جايه الحفله، وبعدين ما حصلش فاهمه؟ يعني لو حصل مسؤول عن تربيه واحد جاي الحفله وما حصلش كمان، فازاي بنكذب
وبنقول كده. والناس اللي قعدت تطلع في التلفزيون تقول انا بدين تامر مين يا عم؟ انت نسيت ان تامر ده جاي ببلاش وجاي عشان يطلع فلوس للناس اللي معهاش تكمل تعليمها في المحافظه. جابوا السبب اللي انا رايح اعمله ومسكوا في اشاعه، ولا محضر كان معمول في الحفله دي. والناس فين قاعده تتكلم والاعلام كله رايح واتصل هنا في الحياه واتصل بالمحور واتصل الحق في دريم والحق مش عارف فين. يا جماعه دي اشاعه، اشاعه. محدش طلع قال يا عم احنا رئيس الجامعه قال لهم بدل ما تشكروا الراجل اللي جاي متبرع ببلاش عشان يجمع فلوس للطلبه، طالعين تقولوا كده؟ اساسا ما حصلش ولا محضر. طلع رئيس الجامعه نفسه قال كده. تبصي انت بتعملي ايه وحواليك ناس بتحاول تعمل ايه؟ ومع ذلك انا مصمم اشتغل واعمل ده وبتكلم اهو بقول مره 2 3 مستعد اعمل اي حاجه للبلد والوطني كله. يعني لما سافرت السنه اللي فاتت دبي فتحت باب التبرع في حفلاتي في دبي. الشباب الصغيرين عندهم من 10 سنين ل 30 سنه جم اتبرعوا في حفله وطلعنا مبلغ خيالي. ورحت جبت اشتريت 2 مليون عبوه دواء لما لقونا الرواة محتاجين ايه في فلسطين، ورحت نفسي معبر رفح ونزلت الحاجات وسلمتها للهلال الاحمر هناك. يعني واحد قاعد بيجتهد عشان يعمل حاجه لبلده ولوطنه كمان. انا عمري ما طلبت من ربنا ان انا اروح بلاد الشعب يطلع يستقبلني ويذيع استقبالي مباشر في التلفزيون والراديو والناس تنزل تستقبلني من بيوتها في الشارع. يعني طب انا ما طلبتش كده من ربنا كرمني زياده بقى خلاص الحمد لله مش عايز حاجه تاني. لما اشوف حد عنده موهبه اقف جنبه بقى خليه يفرح ويفرح اهله وبتاع. ودي حاجه في القلب. خدي بالك اصل ممكن اقول لك كده ممكن واحد يقعد مش مصدق. المقياس الحقيقي الراجل ده ربنا كرمه قد ايه. طبعا هو كل مجال في الدنيا في ناس كويسه وناس مش كويسه، في ناس بتراعي ربنا في قلمها، في ناس لا. يعني انا مثلا من كام يوم كلمني حد احترمته جدا بيقول لي انا في خبر مكتوب وقلب الدنيا وحياة ربنا. كلم مدير اعمال وكلم مكتب نصر محروس وكلم مكتب محسن جابر وكلم عشان يتاكد من معلومه نازله. والمعلومه يعني عايز اقول لك عاديه. هقول لك حاجه ومثل قدام عينيكي قلت لك ان الميزان العدل طول الحياه موجود بدليل. انت عارفه ان اكتر مطرب بيتهاجم تامر حسني. طب مين انجح مطرب؟ تامر حسني. ازاي بقى؟ عارفه ليه؟ عشان في ميزان عدل. انت لو جيتي كده الميزان حطيه قدام عينيكي ووقفوا ناس كتير في كفه بيظلموكي وبيشتموكي وعايزين يهدوكي وانت في الكفه الثانيه، هم الكفه بتاعتهم هيحصل لها ايه؟ هتنزل وانت هتعلى. صح ده ميزان عدل. مهما كتروا يكتروا وتلاقي نفسك بتنزل. طب ازاي؟ يعني انا اقعد الاقي ناس كتير بتحاربني ناس كتير متضايقه من نجاحي وبيكتروا. هو قاعد اقول لنفسي الله طب انا ازاي بنجح؟ ازاي الايرادات بتعلى وازاي بتاع؟ عشان ربنا مع الحق. عمر ربنا ما يبقى معاهم. هم دول بيتجمعوا يعملوا الشويتين بتاعهم وربنا يجيب لهم ناس زياده بقى قدهم 40 مره يحبوني.